السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباءنا إخوتنا وأخواتنا المسلمين، قلوبنا تحترق وقلوبنا مهمومة ونحن محزونون، فالآن هناك وضع معقد حل في العالم، فأهل فلسطين يضايقون ويعذبون من قبل الصهاينة ويظلمون في البيت المقدس وغيره، ونحن نرى المصاب الذي حل بهم. أعظم أسلحة المسلم هو الدعاء والتضرع لله، فلا يوجد أعظم من دعاء المسلمين في آن واحد، فحينها الله يجيب. لذا وبأمر رئيسنا الحاج رمضان حفظه الله سنجتمع في المساجد للقيام بصلاة التهجد. أدعو جميع الإخوة والأخوات وكل من يؤلمه قلبه ويهتم لهذا الأمر. سنجتمع لصلاة التهجد على 4:25. على 4:25 سنقوم بصلاة التهجد، وعلى 4:45 فجرا قبل صلاة الفجر سنقوم جميعا برفع أيادينا والدعاء. سنسأله إعانة أهل فلسطين، وسنسأله إعانة الأمة الإسلامية، سائلينه هزيمة الصهاينة والأمريكان والبلاد التي معهما، سائلينه حماية إخوتنا المرابطين في أوكرانيا، فهم في جهاد عظيم، فأول من دعم الصهاينة هو نفسه زيلينسكي. فلا شك أن الغرب أعداء الله مجتمعون ومتفقون على ذلك، لذا سندعو الله أن يهزم أعداءه جميعا، وسندعو الله ونتضرع له أن ينصر المسلمين والدين والإنسانية إن شاء الله. لذا ندعو جميع الإخوة والأخوات ومن يملك الصحة للقدوم أن يحضر للمساجد. ورحمة الله وبركاته.